زيادة شوية. استني يا ساشا. كده باين. باين. انت بتسخر يا انزو؟ زيكو، انزو بيسخر. شيكا، انتي شاطرة يا شيكا. ساشا، ساشا، good girl. لا والله للأسف. انزو، زيكو، شيكا، انتي شاطرة. good girl. يلا العبي مع ساشا. good girl يا ساشا، انتي شاطرة. شيكا، بس بس بس. good girl. good girl. شاطرة يا ساشا. شيكا، يلا تعالي نروح نلعب. يلا مع ساشا، مع شيكا. يلا ساشا، ساشا، يلا تعالي. يلا زيكو.
وكوفو اهو نايم. انسو اللي بيهز ديله. ادي ساشا، ادي الاستاذ تيكو، ودي شيكا هاني. تعملي ايه يا ساشا؟
شاطرة يا ساشا. جود بوي. جود جيرل يا ساشا. شيكا. شاطرة يا شيكا.
شيكا، بس يا شيكا، شيكا لو سمحتي يا شيكا كده كفاية. بس شيكا. ايه ألف شكر.
شيكا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عامل ايه؟ ازيك يا فندم؟ ايه اخبار حضرتك؟ الله يخليك يا رب. اخيرا انت شفناكوا على تيك توك. انا بصراحة ما كنتش بفتح لايفات قبل كده او فتحت في الشو، بس انت فاكرني؟ انت فاكر انا مين؟ اه طبعا فاكر حضرتك كويس قوي، شكلا كويس قوي. انا اسمي هاني، انا صاحب انزو ديفا. فاكرني ولا لا؟ انا عارف طبعا، انا عارف. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. قابلنا في شو تسلم. اه كابتن طبعا، خالد رمضان بالظبط كده. لو تفتكر. اه طبعا طبعا. كنت انا واقف حضرتك في عامل النص ايه؟ بصور ايوه اه بالظبط فاكر. ايه الاخبار؟ والله الحمد لله يا فندم، ربنا يخليك يا رب. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير. كان في بوست انت منزله على البيج على الفيسبوك عندك، عجبني اها. جدا، بتاع التغذية. اه ممكن تكلمنا عنه شوية؟ أوي أوي. أنا ده البوست هو أنا واخده بالظبط كده زي ما هو، زي ما بعته لنا من منظمة السابس. إحنا أعضاء هناك، وهم بيدونا كل شوية شوية انستراكشنز كده بنحطها، فبترجمها بالعربي وبرجعها تاني، أحطها على البيج عندي. معلش، ايه هي آه، منظمة السابس زي دي المنظمة اللي هي اتحاد مربين البوربويل في جنوب أفريقيا. تمام. وهي ديت الخاصة باعتماد البوربويل، علشان خاطر حكاية اختلاط الأنساب وتصنيف البوربويل على حسب الدي ان اي تايب.
بيعملوا لهم شوية تحاليل غالية جدا كده علشان خاطر مم. يدوهم الموافقة، وبيعتمدوا مجموعة من المزارع، معظمها طبعا في جنوب أفريقيا، وقليل قوي اللي بيبقى بره. احنا خدنا الترخيص بتاعهم من كام شهر، بالبريد اللاين اللي هو موجود عندنا، وهم اللي بيشرفوا علينا بقى في كل حاجة. ما شاء الله بصراحة، من الأشخاص المجتهدين جدا حضرتك، وبيبقى شكلك مميز قوي في الشوهات طبعا بالكلب. أنواع الماستر في الغالب بتبقى يعني رخمة شوية في التدريب، أنت عارف، أو اه في بالظبط. اه طبعا. التحكم. اه طبعا. فإن كلب ماستر يبقى ماشي جنب صاحبه من غير ليش، أو إن هو يسمع كلام صاحبه من أول مرة أو مرتين، فيعني من الحاجات فعلا اللي مفهوم. أكيد حضرتك بتاخد وقت كبير عشان توصل لحاجة زي كده مع الكلاب، مع النوع ده بالذات يعني. كلام حضرتك صح، وهو طبعا انا القصه في البدايه انا بادي هاوي، وان انا نعم. الواحد وصل لكده ما بتوصلش غير بالناس يعني اللي زيكم، اللي هو بنتعامل معاكم وبنعرف السكه فين والطريق منين، حبيبي حبيبي ده علشان من ذوقك. نعرف نكبر يعني. حبيبي ده من ذوقك واجتهادك ومجهودك بيبان يعني. بنبقى مبسوطين والله في الشوات. انت هتيجي الشغل اللي جاي ان شاء الله؟ اه ان شاء الله يوم 24 ان شاء الله. يوم 24 شرف ونقضي يوم جميل ان شاء الله. يا رب يخليك يا رب يا فندم، تسلم لي تسلم لي والله يا فندم. استاذنك، انا محتاج اي حاجه؟ اه اتفضل، ميرسي يا فندم، اشكرك، شكرا يا فندم، باي شكرا. باي. مع السلامه. استاذ احمد ال- القشتي، اهلا وسهلا بحضرتك. آه، يا سيدي ربنا يا رب يبارك لك فيه، يا ريت تبقى توريه لنا، يعني لو في صور ليه او كده يبقى كويس أوي. كل الماستف حلو، كل الكلاب حلوه. اه طبعا، ولا يهمك.
Ah, Vengo con vos para reclamar. Trabalho com fulano, meu irmão, eu não quero. Vengo pagar o serviço. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. يا سيدي ما شاء الله. اللي عند بسم الله حضرتك الرحمن الرحيم. هو ماستيف الأفريقي. انت أفريكا. اللي عندك انت الانجليش ماتريك صح؟ لا الماستيف الأفريقي أفريكان ماستيف. ده افريكان برضه، انا هنا في افريقيا اصلا، انا عايش في الموزمبيق. والله بجد؟ بسم الله ما شاء الله. الموزمبيق والله أنا موزمبيق طبعا. موزمبيق فيها طبعا هناك طبعا أفريكان ماستيف كتير طبعا. ده أفريكان ماستيف وجايبينه من جاوتينج في جنوب أفريقيا. بس ده حجمه ده كبير شويه في السن، ممكن عندها تقريبا 5 سنين حاليا تقريبا يعني يعني هو إنزو دلوقتي 4 سنين ونص تقريبا. ميلو ميلو بوي. انا طبعا قربت عشان شاطر. كنت بنضف مكان ورا هنا. ايوه انت قاعد هنا في مصر دلوقتي ولا في موزمبيق؟ لا انا في الموزمبيق حاليا. يا سيدي ترجع بالسلامة وتنور بس أنا ربط هنا مصر. تسلم ربنا يخليك. انا ربط عشان عندي جيران هنا خليك. فانا ربطه ايه عشان مفهوم بس عمل معايا موقف يعني من كام يوم. انا حبيت ايه هو عندي من فتره. تمام. هو عندي من فتره الكلب ده تمام. عضني بالغلط. يا تمام. هي كده. ايوه. هو ما بيعرفش غيري، ما بيعرفش حد الا انا. اه يعني هو عندي من زمان وانا بس اللي بحط له اكل، انا اللي بدخل له بس. فجاء حد من اللي شغالين معايا يعني داخل يشوف أيوة. يتفرج عليه، لانه عايش في مكان تاني مش تمام. عايش معايا في البيت يعني. في كلب تاني عايش معايا في تمام. البيت. ايوه. فعم عضني بالغلط. انا رحت بسرعه واخد تطعيم كل حاجه، بس عضته صعبه كويس. الصراحه يعني. طبعا. عضتهم صعبه. رحت أيوة. برضه خدت هو عضني في أيوة. مكان أنا حساس بيني هفاجئك. وبينك. هفاجئك. هو عضني في مكان حساس. ايوه. لما عضني في المكان الحساس ده ما استحملتش الصراحه، لان ما كنتش عارف اقعد يعني. والله بص هقول لحضرتك على حاجه يا استاذ أحمد. هو ما بيبقاش بيعضك، هو بيبقى بيشدك علشان تروح معاه في حته او عايزك تيجي في لا حته هو معينه. لا هو كان بيهجم على الشخص التاني وانا وقفت قدامه بسرعه. هو اسرع منك كمان في الحركه يبقى وحجمه. كده. لا يبقى كده اه بالغلط الراجل، يعني انت كده هتلبسه ان هو عمل لك حاجه، ما عملكش حاجه يا راجل. ما انا بقول لك بالغلط خالص. فانا يا جيت نهار ابيض. ربنا رحت يخليه خدت لك. العلاج وجيت وربطته. والله لقيته بيخبط ايوه. دماغه في الحيطه، طبعا. زعلان اللي هو عضني. طبعا. طبعا. انا يعني اتاثرت بيه تاثير غير طبيعي. لقيته زعلان عمال يضرب دماغه في الحيطه كده في المكان اللي هو مربوط فيه، عشان كان عندي ناس في البيت بينضفوا كده. فزعل يعني. فلا سبحان الله على الحيوان ده بجد. يعني ما كنتش بقعد معاه كتير، بس لما عضني اتفاجئت الصراحه بالعضه. مفهوم. انا اسمي هاني، انا اخصائي جراحه عامه، طبيب اصلا ماليش دعوه بالقصه، بس اخدتها هوايه يعني. حديثا ولا من زمان؟ الاساتذه دول والله بقالي دلوقتي 5 سنين في تربيه البوربويل. يعني جبته وكنت في جنوب افريقيا في شغل وكده تبع منظمه الصحه العالميه، وقابلت هناك زمايلي واشتريته من هناك، وبعد كده شحنوهولي. كان ايام الكورونا بقى. وبدات ان انا اربي واعرف بقى النظام اللي هم ماشيين عليه هناك في جنوب افريقيا. جنوب افريقيا عاملين منظمه اسمها السابس، اللي هو اتحاد مربين البوربويل. اشتركت فيها دخلت اللاين، وبداوا يحطوا لنا بقى شروط وكده. فالهدف بتاعهم ان احنا ننشر البريد هنا في مصر، مش البيع والشراء. انت عارف هنا في مصر كل واحد او كل شغل اللي هو تجارة الكلاب صعبة قوي. فاحنا داخلين معاهم عشان احنا بنحب النوع اكتر، فمش همنا البيع قوي. لا خالص. انا الرقم كان عندي منه من ده 6. ما انا احنا عندنا، انا عندي 12 كلب دلوقتي ما شاء الله. ودول ولادي يعني. عايشين معايا على طول.
اللي بيحب الكلاب موضوع تاني خالص والله. اه طبعا. والاستاذ ده بقى انزو بقى بالذات هو اللي انا مهتم بيه اكتر واحد، لانه بيروح تدريبات بقى في كلية الشرطة، وبيروح تدريبات ناس بتجيله هنا تدريب، وبيروح عند كل المدربين، اي مدرب يطلع جديد ناخده ونروح. كلفك كام شحنه لحد مصر؟ لحد مصر الشحن ايام الكورونا، علشان كمان الحجر الصحي كان زاد اسبوع عن الفترة، يعني هو المفروض ان هو 3 اسابيع هناك و3 اسابيع هنا الحجر الصحي. طبعا الحجر الصحي هنا في مصر الايام دي او في الطبيعي في العادي طبعا بالاصدقاء والكلام ده الامور ممكن تمشي. امم الصوت بيقطع. معلش انا اسف قوي قوي، جالي تليفون فقطع الكلام. الو. الو، سامعني؟ ايوه معايا. ايه سامع حضرتك، اتفضل. ايه سامعك، ازاي، اتفضل. الو.